بخصوص تداعيات الزيادة في أثمان المحروقات، لقاء موسع عقده بالرباط رئيس الحكومة مع ممثلي مهني قطاع النقل المسافرين والبضائع والنقل الدولي من أجل إيجاد الحلول التوافقية للتخفيف من آثار هذه الزيادة على المواطنين. سعيد غنام وعبد الهادي السكيوي. بعد الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات، يأتي تنظيم هذا اللقاء التشاوري مع ممثلي مهني نقل المسافرين والبضائع والنقل الدولي والشاحنات. لقاء يروم إبراز الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي. مما لا يخفى أن أهم شيء في الزيادة الأخيرة في المحروقات يهم نقل البضائع والنقل العمومي، باعتباره يعني شيء يصل إلى جيوب المواطنين العاديين الذين يستعملون هذا النوع من النقل، ويؤثر على البضائع التي هذا اجتماع معهم بعد اجتماعات كانت مع وزير التجهيز والنقل حول الآثار التي حدثها هذه الزيادة والطريقة التي بها يمكن أن نحد من آثارها السلبية إذا كانت هنالك آثار سلبية. من خلال الإحصائيات والدراسات أنه المهنيين كي يستهلكوا أكثر من 65%، تصل أحيانا إلى 70% من المحروقات، وبالتالي هذه مناسبة باش يطلقوا مع السيد رئيس الحكومة بطلب منه وأيضا بطلب من المهنيين وحرص من الوزارة باش يمكن أولا عرض يعني الأسباب الحقيقية للزيادة في المحروقات والإكراهات التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار الذي هو لا شك أنه قرار كبير ولكنه ضروري، ولكن في نفس الوقت لكي ننصت إلى معاناة ديال المهنيين على أساس بطبيعة الحال أن يكون بداية حوار دائم من أجل معالجة جميع المشاكل بدءا بهذه القضية زيادة المحروقات. حوار لقي ترحيبا من طرف مهني النقل من أجل إيجاد الحلول الموضوعية. اليوم جينا باش نشوفوا مع السيد رئيس الحكومة هذا المشكل اللي وقع، ماشي مشكل نعتبروش مشكل، هذه الوضعية راهنة ديال الزيادة اللي وقعت في المازوت ابتداء من 2 جوان، وغادي نحاولوا نشوفوا شي حلول ان شاء الله اللي غادي تناسب باش ما يكون حتى شي واحد، يعني باش القطاع ما يكونش عنده خسارة. اليوم نرسي الآليات الكفيلة بإضفاء هذه التنافسية وتحسين تنافسية القطاع، وذلك الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المحروقات والرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات، وبذلك سوف نتمكن من اجتذاب القطاع الغير المنظم نحو القطاع المنظم، وكذلك بناء اسطول وطني عامل في مجال النقل الطرق الدولي. إنشاء مقاولات قادرة على رفع التحديات في مجال النقل الطرقي، وكذا تجديد حاضرة النقل بمواصفة احترافية ومدونة السير والنظام الرخص من بين المواضيع التي نوقشت خلال هذا اللقاء.